الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا وسهلا بكم في قناة يومياتي مع حماتي، معكم أم رقاي. النهاردة أنا جايه لكم فيديو أتمنى إن هو يعجبكم، طريقة عمل الرز المعمر في الفرن البلدي زي ما انتم شايفينه كده يا بنات، وبطريقة الفلاحين، بطريقة الأرياف الجميلة. حاجة تاكليها وتجربيها وتبقي واثقه ان هي تتعامل معاكي صح. اهو يا بنات زي ما انتم شايفين عملت بقى ايه الشوايه الرز دمت بمكونات بسيطه جدا، مش مكلفه ولا اي حاجه، وحاجه على قد ايدك، بس ما شاء الله على طعمه وعلى ريحته. اهو يا بنات بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اهو يا بنات، انا بس ماسكه التليفون بايد وبصور بايد. اهو شايفين الرز عامل ازاي يا بنات؟ ما شاء الله عليه جميل جدا، حاجه حلوه. اهو بمكونات بسيطة خالص. وايه يلا بقى نخش الفيديو بتاعنا الجميل ونشوف احنا عملنا الرز المعمر البلدي الفلاحي بطريقة الفلاحين ديت ايه ازاي. ان شاء الله برضك انا عملته بمكونات مثلا سمنة بلدي، حاجات بسيطة، وزيت. في ناس يمكن تعمله بقشطة صافي، ده برضه كل واحد امكانيات كل واحد. فانا ان شاء الله المرة الجاية لما يبقى عندي قشطة هحاول ان انا اعمله لكم بقشطة صافي، وهتشوفوا برضك عامل ازاي. بس برضك الطريقة دي كويسة وحلوة وجميله معاكم. يلا نخش الفيديو بتاعنا ونشوف احنا عملنا ايه الرز ده ازاي. المكونات بتاعتنا بتاعت اللبن، عندي سمنه بلدي على زيت ذره، وعندي اللبن بتاعي، وعندي الرز. انا دلوقتي قاعده قدام البيت يا بنات، وهعمله بقى معاكم كده ايه، لان في ناس عندنا جوه قاعدين في الصاله هناك عند حماتي، فمش هينفع ان انا اصور ايه معاهم جوه. فدلوقتي عندي ايه، بجيب السمنه بتاعتي وزيت الذره بحطهم على بعض كده. اهو دي سمنه بلدي اهي يا بنات زي ما انتم شايفين اهي. اهي دي سمنه بلدي، بقلبهم جامد واحط الملح بتاعي. اهو بسم الله الرحمن الرحيم، وافضل اقلب جامد يا بنات. هدوب الزيت والسمنه مع بعض، لازم ان انت تدوبيهم جامد. ليه؟ علشان ان هو ما يفرش معاكي، ان انت مثلا لو قعدتي تقلبيه اي حاجه كده، لا دي اللي هيخليكي ان هو يفور مني. فانت تدوبيه. بصي ما تعمليش بالمعلقه، انا بعمل لكم بالمعلقه بس كده عشان التصوير. بايدك كده بتسيب بايدك جامد بحيث ان هو يشرب الزيت والسمنه بتوعك. اهو وبعدين انزل باللبن بتاعي. اهو يا بنات حطيت بقى ايه الزيت والسمنه بتوعي واللبن كله على الصينيه. طب المقادير بتاعت اصلا انا نسيت ان انا اقول لكم المقادير في الاول. بص يا بنات، لو انت عندك مثلا الصينيه بتاعتك بتاخد كيلو رز، يبقى انا احط لها كيلو لبن. لو 2 كيلو رز يبقى 2 كيلو لبن، وعليه معلقتين 2 سمنه الكيلو، معلقتين 2 سمنه، ومعلقه زيت، معلقه سمنه بلد على سمنه من التانية، على زيت بقى يكون نضيف من عندك، هيعمل معاك وش وهيبقى طعمه كويس وحلو ان شاء الله. فانا دلوقتي انا عملت اهو زي ما انتم شايفين. هاخده بقى وبعدين اقوم جاي حاطاه في الفرن، احطه الاول وبعدين اولع. احط الاول بحيث ان انا اعرف اظبط الصينيه بتاعتي، ما ولعش وبعدين تحطي، لا. لو انت مثلا جيتي تولعي وبعدين تحطي الصينيه، ما انت مش هتعرفي تظبطي الصينيه هتتلسع. لا حطي الصينيه الاول، وبعد ما تحطي الصينيه تقومي جايه مولعه. فانا دلوقتي هحط برضك الصينيه وبعدين هولع. الصينيه هي بنات زي ما انتم شايفين في قلب الفرن. عدلت الفرن الاول اهو، عدلت الصينيه، حطيت لها حاجه اهي بحيث ان هي ما تبقاش مميله معاكي. وشوفي العيار بتاع الصينيه زي ما انتم شايفين بيبقى للاخر. تعودي نفسك كده لما تيجي تدسي رز لازم عياره بيبقى للاخر. لو عملتيها اقل كده، اقل من كده، هتطلع حبايه معاكي مستويه وحبايه طريه زي ما بنشوف كده. انا دلوقتي خليت العيار للاخر اهو. هاجي اولع ازاي؟ بصي الولعه هتبقى معايا من تحت، مش هولع من فوق، هولع من تحت، والولعه هتلف معايا، هتبتدي ان هي تحمر لي الوش بتاعي ده، علشان في فرن بلد اهو زي ما انتم شايفين كده. اهو دي الفرن البلدي. طب انت بقى لو بتعملي في فرن غاز هتعملي ايه؟ هتولعي له كله من تحت الاول، عليله من تحت ووطي له من فوق همسه كده. هعليله من تحت مره واحده بحيث ان الحبايه كلها تقوم معايا مره واحده وتستوي مره واحده، ما تبقاش حبايه، لانك انت لو وطيتي حبه، يا لو وطيتي له هتلاقي حبايه برضك معاكي مستوت وحبايه ما استوتش. لا لازم في الاول ان انت تعليله من تحت عشان تقوم كل الحبايه كلها معاكي مره واحده، وتقومي جايه بقى من فوق. يعني ايه حاجات بسيطه كده، يعني ايه اخليه
موطيه حاجات بسيطه كده، عشان بحيث ان هو ياخد ويدي في الحمار الوش بتاعه مع نفس. انا بقى هبتدي اولع اهوت واوريه لكم لما يبتدي يغلي. مش هولع عليه. انت برضك في الفرن البوتاجاز، فرن الغاز، اما تيجي يغلي معاكي تقوم انت جايه موطيه عليه، يغلي تقوم جايه موطيه. انا برضك هنا لما يغلي معايا مش هولعه، لان بقى الخشب، الحاميه بتاعتي اللي انا حطاها هي اللي هتبتدي ان هي تردده مع نفسه كده. اهو الرز اهوت زي ما انتم شايفين. مش عارفه انا ما اقدرش ان انا اطلعه يعني، عشان هو دلوقتي غلى معايا اهوت. ابتديت ان انا ما اولعش عليه خالص واسيبه بقى ان هو يحمر ويتردد مع نفسه كده. وما يطلع ان شاء الله هوريه لكم. ما شاء الله عليه ريحته جميله جدا. الفرن البلد اهو يا بنات زي ما انتم شايفين، حلو خالص اهو. هو قدام البيت بتاعنا، ودي البيت بتاعنا هناك اهو. ودي جنينه العنب اهي. جنينه العنب اهي يا بنات اللي جنب بيتنا اهي. ما شاء الله علينا الجو عندنا حلو قوي قوي. اما خدكم جوله كده عم الرز يتردد وتشوفوا معايا اهو العنب اهو. ما شاء الله يا بنات، يعني كلها اسبوع بالكتير ويجمعوه. كل ده جوله جنب بيتنا يا بنات. وديت بقى شجره التوت اللي جنب بيتنا. ده بيتنا يا بنات اهو اهو. دي بقى الشوالي انا لسه مطلعه من الفرن ودي الشوالي اللي لسه مطلعه من الفرن دلوقتي قبل ما اولع الفرن اهو. زي ما انتم شايفين دي بقى بنعمل فيها الجبنه، والجبنه القريش اللي انا عملتها معاكم مره قبل كده في الفيديو اللي فات. يعني عملتها معاكم بدون منفعه ولا اي حاجه، حاجه فلاحي جميله حلوه يعني مضمونه. اللي عايز اللي حابب ان هو يعرف ان طريقه عمل الجبنه القريش بتعمل ازاي يروح الفيديو بتاعها ويتفرج عليها تعجبه قوي. ما شاء الله عليها تطلع الجبنه معاكي حلوه. ولو عايزين تعرفوا اي حاجه في التعليقات، اي حاجه عايزين تعرفوها مثلا تعملوا جبنه قشطه سمنه اي حاجه، بيكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله هبقى اعملها معاكم عمل ان شاء الله باذن الله. ده انا بوري الشاليه اللي كانت حبيبه قلبي اللي كانت بتسالني على الشوالي. ادي الشاليه حبيبه قلبي اهي. لسه مطلعاها من الفرن. لازم تسموت الشاليه كويس عشان تطلع معاك الجبنه حلوه اهي. والرز بتاعي بقى في قلب الفرن اهو. اسيبه يتردد ولما يطلع ان شاء الله هوريهولك هو عامل ازاي. ما ولحتلوش من فوق خالص، كله من تحت بصراحه. ولقيت وشه ما شاء الله عليه جميل اهو. لو حسيت ان وش عايز شويه هديله عود من فوق وخلاص. اما اجي اطلعه اهو. الرز بقى استوى معايا اهو زي ما انتم شايفين. مش قادره اوصف لكم على ريحته وعلى طعمه وعلى جماله. والحبايه معايا بقى مستويه مية مية اهو. اهو يا بنات حاجه جميله جدا. ولا الريحه ما اقولكوش. الفرن البلدي دوت جميل جدا وموفر معاكي وحلو وما بياخدش وقت ولا حاجه. ما تفكرش ان انا هتقعدي كتير ولا حاجه. ده في ثواني بتالي اسرع من الغاز بسرعه. ان انت تكوني يقوم يغلى معاكي بسرعه ويبقى كويس ويبقى حلو اهو. زي ما انتم شايفين اهوت. والله ما شاء الله عليه الحبايه جميله جدا. واتمنى بقى يا حبايب قلبي الفيديو يكون عجبكم. واسيبكم في رعايه الله. وما تنسوش اللايك والشير واشتراككم في القناه. واسيبكم في رعايه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.